فاكر الريتش اللي كان بيقول لك كام واحد شافك؟ وفاكر الامبريشن اللي بيقول لك اتكررت قد ايه قدامهم؟ تعال نخش بقى في الحاجه الوحيده اللي بجد هتفرق معاك، وهي الانجيجمنت او التفاعل. دي بقى اللحظه اللي المنصه بتفهم فيها انك مش مجرد صوره عدت قدام الناس كده، ولا اعلان حافظين شكله وزهقنا منه مستنيين ان هو يختفي، وكمان برضو مش زي ما كل الناس فاهمه ان هو لايك وكومنت وشير وخلاص. الانجيجمنت الحقيقي يعني واحد وقف على الفيديو بتاعك وكتب كومنت كبير جدا، مش عمل لك قلبين وخلاص، او حد عمل لك شير لاصحابه، او حد عمل سيف للفيديو، او حد حطه في البلاي ليست بتاعته، او حد عاد حته من الفيديو او راح على بوينت معينه في الفيديو. وده بقى معناه مش ان انت بس وصلت ليهم، ده معناه ان انت لمست حاجه جوه الاودينس ده خليته يتحرك من جواه تجاهك، ان هو يعمل معاك انتراكشن او يتفاعل معاك. والمنصات بتحب ده جدا وبتفهمه كويس قوي، والخوارزميات هنا كانها بتتكلم وبتقول لك ده شكل الناس دي حبت الكونتنت ده، ده بص هو راح على البوينت المعينه دي في الفيديو ده، هو بيعمل ريبيت لحته معينه في الفيديو، يبقى هو الشخص ده انترست للحته دي. حتى في منصات تانية زي اليوتيوب هتلاقيه بيكتب لك موست بلايد. طب هو عرف منين؟ لان كل الناس بتروح على البوينت دي في الاغنيه دي، وفي الاغلب هتلاقي البارت ده من الاغنيه دي هي اللي طالعه فايرال على تيك توك وعلى كل البلاتفورم. اذا هنا الالجوريزم بتفهم كل تفصيله وكل حركه انت بتعملها على البوست، حتى مجرد وقوفك على البوست من غير اي انتراكشن. كل الانتراكشنز اللي انت بتعمله على الفيديو ده بيخلي الفيديو بتاعك يتشاف اضعاف مضاعفه، بس المره دي مش لاي حد كده وخلاص، لا، للناس فعلا اللي مهتمين بالكونتنت ده. وده بالظبط اللي احنا اتكلمنا عليه في حلقه الترند، واللي بيخلي اعلان معين يطلع ترند او محتوى كان فايرال جدا وكل الناس بتتكلم عليه وفجاه اختفى، مش علشان اتعرض كتير وخلاص، لانه كان في الوقت ده بيمثل انجيجمنت حقيقي بين الاودينس كله. واهم حاجه في السوشيال ميديا سواء كان اورجانيك كونتنت او بيد كونتنت، الانجيجمنت والانتراكشن من اهم الحاجات اي كونتنت كرييتور لازم يكون مهتم بيها. انت بتطلع تقول للاودينس بتاعك ايه، وانت مستني من الاودينس بتاعك ايه، حتى لو كان الاودينس دوت 100 شخص بس، بالعكس ده هيبقى مهم بالنسبه لك، مش هيبقى نقطه ضعف، لان ال 100 شخص دول هم اللي هيعملوا لك سكيلينج ل 1000 شخص ويعملوا لك سكيلينج ل 10000 شخص، لان هم انترست بالكونتنت اللي انت بتقدمه. يبقى كده مش اي حد جاي بريتش عالي ولا امبريشن كتير يبقى مؤثر. اللي بيبيع وبيبني براند يعيش سنين هو اللي يعرف يشد الناس تتفاعل معاه بجد. عشان كده في انفلونسرز كتير جدا موجودين، انما مش اي انفلونسر الناس بتجري عليه عشان تتصور معاه، الناس بتجري عليه عشان تروح تسمع الفيديوز بتاعته. هو ده المعنى الحقيقي للانجيجمنت. انا حامد حافظ، ومعايا هنقل لك الماركتنج والكونتنت بتاعك في حته تانية خالص. ولو انت بزنس اونر او لسه ستارت اب، ابعت لي DM عشان اساعدك تكبر البيزنس بتاعك.